يا ترى لو قلت لك في ناس بتكسب من عقارات عمرها ما شافتها ولا دخلتها هتصدقني؟ شراء العقارات على المخطط او الاوف بلان او العقارات تحت الانشاء واحد من اشهر النماذج للاستثمار العقاري في مصر في الوقت الحالي، واللي الناس اما بتعرف ادوات اللعبة دي وبتدخلها بتحقق فيها نجاحات كبيرة جدا. الموضوع هنا مش انك بتشتري وحدة عقارية وتقعد تستنى، الموضوع هنا ان انت بتشتري الحلم من قبل ما يكتمل. وعلشان كده النوع ده من الاستثمار العقاري يا اما بيحقق لك مكاسب كبيرة يا اما بيحبسك في اقساط لمدة طويلة، فلازم في البداية تكون عارف انت واخد الخطوة دي ليه. وعشان كده تعالى نفهم تفاصيل النوع ده من الاستثمار بعمق اكتر وندخل في تفاصيله علشان نعرف عنه معلومات اكتر، فيساعدنا واحنا بناخد قراراتنا الاستثمارية. ببساطة يعني ايه اشتري عقار تحت الانشاء او على المخطط؟ يعني ان انت بتشتري وحدة سكنية او تجارية او ادارية او طبية او فندقية من مشروع لسه في مرحلة اللونش او لسه في مرحلة الطرح. المشروع ده بتدفع فيه مقدم وبتدفع اقساط لفترات ممكن تكون طويلة، وبتستنى على الاستلام سنتين او ثلاثة او 4 سنين في بعض الحالات، فبتقدر ان انت تاخد امتيازات هنتكلم عليها مع بعض دلوقتي. يعني الخلاصة انت مش بتشتري العقار، انت بتشتري وعد بالعقار. فعشان تقدر تعمل ده بشكل مظبوط وتاخد العقار اللي اتوعدت بيه في النهاية، محتاج تركز في شوية تفاصيل. لكن السؤال دلوقتي هو ليه أصلا الناس بتشتري عقارات تحت الإنشاء؟ أول حاجة لأن السعر أرخص بكتير من الجاهز. العقارات اللي تحت الإنشاء في حالات عدم وجود تضخم أو أي أسباب لزيادة سعرية مبالغ فيها بتكون أقل ب 30 أو 40 أو 50% من سعر السوق في نفس المنطقة في نفس التوقيت. وطبعا كل ما بيتحرك عمر المشروع أو بتتحرك الإنشاءات فيه، كل ما بيحصل زيادة في السعر وبتكون مكسب للمشتري عن الوقت اللي هو اشترى فيه. كمان العقارات تحت الإنشاء بيكون فيها مرونة في السداد، فترات سداد بتوصل ل10 و12 سنة وتسهيلات بمقدمات 5 و10%. كل دي حاجات بتشجع الناس إنها تاخد الخطوة قبل غيرها. وكمان من الحاجات اللي بتخلي الناس تتوجه للعقار تحت الإنشاء هو إنه بيشتري من نقطة سعرية صفر اللي هي نقطة البداية، ومع زيادات عمر المشروع في ناس بتبيع قبل الاستلام أو عند الاستلام وبتحقق مكاسب أكبر بكتير من اللي هي دفعتها في قيمة العقار. فيبقى هو دفع مقدم وأقساط وأخدهم كلهم مرة واحدة زائد الأوفر أو زائد المكسب بتاعه، فبيبقى حقق مكسب على أصل رأس المال كبير من مشروع ما أخدش منه مجهود وتفاصيل كتير. وكمان من المميزات ان انا بشتري عقار تحت الانشاء هو المرونة في الاختيار. عندك وحدات كتير، عندك مساحات كتير، عندك تفاصيل كتير بتختار منها. لكن لما بشتري عقار جاهز بيكون قدامي الفرص محدودة او بشتري المتبقي من الناس اللي اشترت في البدايات. واخر نقطة في مميزات شراء عقار تحت الانشاء هو سهولة الدخول للمبتدئين في الاستثمار العقاري. انت بتدفع مقدم 5% 10% وبتاخد فترة سداد طويلة، فده بيشجع مستثمرين جدد على انهم ياخدوا الخطوة ويبدأوا استثمارهم بأمان. بس السؤال دلوقتي، هل كل ده بيحصل بدون اي مخاطر او بدون اي مغامرة؟ والإجابة أكيد لأ. كل استثمار ليه المخاطر بتاعته، وأنا هنا علشان أوضح لك المميزات والعيوب علشان تقدر تختار بنفسك. وأول عيب أو أول خطر ممكن تمر بيه هو التأخير في الاستلام. في ناس بتقعد شهور وسنين على ما تستلم العقارات بتاعتها، وفي ناس للأسف ما بتستلمش. وتاني حاجة هو فرق الجودة ما بين المنتج اللي اتعرض عليهم في البداية والمنتج عند التسليم. انت ما بتشتري تحت الانشاء ما بتبقاش عارف جودة العقار النهائية شكلها عامل ازاي. وكمان في بعض الاحيان غياب الضمانات الفعلية في العقود اللي بتكون لصالح طرف اكتر من طرف، فلازم يكون العقود بتاعتنا واحنا بنتعاقد عقود منصفة، او بتسجل كل اللي ليا وكل اللي عليا كمشتري ومستثمر معاهم في المشروع. واخر نقطة من ضمن المخاطر هي
صعوبة تسييل العقار بتاعي قبل الاستلام. لو حبيت أبيع قبل الاستلام في الغالب بيبقى الموضوع أصعب من بعد الاستلام، فأنت محتاج إن أنت تكون مأمن المقدم والأقساط حتى تاريخ الاستلام علشان تقدر تدخل الاستثمار وتخرج منه بأمان. وخليني دلوقتي أكلمك عن أنواع المستثمرين وهم بيشتروا عقارات تحت الإنشاء. أول نوع هو المستثمر التاجر، وده اللي بيشتري وحدة بيدفع مقدم وأقساط بغرض إن هو يبيع قبل الاستلام بفترة بسيطة أو بعد الاستلام، وبيحقق مكسب على أصل رأس المال. النوع ده من الاستثمار بيكون مناسب جدا ليه، لأن هو بيعتبره حصالة بيحوش فيها مدخراته، وبعد كده بيقدر يسيلها مرة واحدة مادام هو اختار اختيار مناسب من الأول وعمل خطة الخروج من البداية. لأن هنا لازم فعلا يكون اختار مشروع عليه طلب فعلي وفاهم السوق كويس. وتاني نوع من الناس اللي بتشتري العقارات تحت الإنشاء هو الساكن الفعلي، اللي عاجبه المنطقة دي وحابب ان هو يسكن فيها في المستقبل، فبيشتري بمقدم بسيط وبتسهيلات في السداد، وبعد كده بيستلم ويسكن ويعيش. وهنا الاستثمار ده بيكون مناسب ليه، او النوع ده من الشراء بيكون مناسب ليه لو هو المشروع عاجبه والمطور ثقة والمكان ده عنده رغبة انه يعيش فيه. وتالت نوع بيشتري الاستثمار ده او العقارات بالشكل ده هو المستثمر اللي عنده رغبة في دخل شهري من الإيجار. هو شخص بيشتري علشان يأجر العقار في المستقبل. ممكن العقار بتاعه يشتغل ويحقق إيجار أضعاف اللي هو كان متوقعه، ولكن بشرط إن هو يشتري في منطقة عليها طلب إيجاري عالي، سواء سكني أو تجاري أو أي نوع من أنواع العقارات المختلفة. ولكن لازم يحسب بدقة الجدوى من اختيار المشروع، لأن ده بالنسبة له مشروع عمر، فيقارن الأسعار ويقارن العروض ويختار اختيار مناسب. السؤال دلوقتي ازاي تقيم مشروع عقاري وهو لسه اوف بلان؟ قبل ما تحط فلوس في مشروع تحت الإنشاء اسأل نفسك الأسئلة دي، وأتمنى إنك تكتبها معايا. أول حاجة، مين هو المطور؟ وهل عنده سابقة مشاريع قبل كده وسابقة أعمال قبل كده ولا لأ؟ هل سلم وحدات ولا كل سابقة أعماله لسه برضه تحت الإنشاء؟ طب هل ده أول مشروع ليه؟ ولو أول مشروع ليه إيه الضمانات اللي بيقدمها علشان أشتري معاه وأنا مطمن؟ هل عنده سمعة واضحة واسم كبير في السوق ولا لسه بيبني اسمه؟ كمان فين موقع المشروع؟ وهل في طلب فعلي على المنطقة قبل المشروع ولا لأ؟ وهل المشروع ده عليه طلب وبيقدم قيمة حقيقية ليا كمشتري وللمشتريين التانيين؟ وكمان هل المنطقة فيها بنية تحتية حوالين المشروع والمنطقة ليها مستقبل فعلي ولا مجرد دعاية؟ كمان نظام الدفع عامل ازاي؟ هل هو مناسب للميزانية بتاعتي؟ هل في فوائد بتتحط على التقسيط ولا التقسيط مباشر بدون فوائد؟ وكمان الشروط الجزائية في حالة التأخير عندي في الأقساط أو عنده في المشروع. بالنسبة كمان للعقود، هل العقود واضحة وبتحميني وبتحميه ولا العقود فيها تفاصيل مش واضحة؟ كل الأسئلة دي بتساعدك تاخد قرارك وترتب أفكارك بمنتهى البساطة علشان تقدر تاخد القرار المناسب ليك. وخلينا دلوقتي ناخد مقارنة سريعة ما بين مشروع قوي وما بين مشروع ضعيف. أول حاجة عندنا في المقارنة هي المطور نفسه. لو المشروع قوي هيبقى ليه سابقة أعمال والمطور معروف. لو المشروع ضعيف هيكون مشروع المطور نفسه هيكون جديد وغير معروف. تاني حاجة الإنشاءات، لو المشروع ضعيف هيكون مجرد دعاية ورسومات ولسه مفيش حاجة على أرض الواقع. لو المشروع قوي هيكون بدأ بالفعل على الأقل خطوات بدائية في المشروع تخليني آخد خطوة وأنا مطمن. النقطة اللي بعد كده العقود، لو المشروع قوي العقود هيكون فيها شفافية وفيها ضمانات ليا وبتشجعني على إني آخد الخطوة. لو المشروع ضعيف هيكون العقود غامضة أو ناقصة أو فيها حاجة مش واضحة. والنقطة اللي بعد كده في المقارنة هي الإقبال.
لو المشروع قوي هيبقى فيه طلب فعلي وناس بتشتري في المشروع. لو المشروع ضعيف هيكون العرض كتير والطلب ضعيف على المشروع. واخر نقطة في المقارنة هي التمويل. لو المشروع قوي الشركة هيكون عندها تمويل ذاتي وعندها ملاءة مالية بتعتمد عليها. لو المشروع ضعيف بيعتمدوا فيه على فلوس المشاريع، ولو المشروع ضعيف بيعتمدوا فيه على فلوس المشتريين علشان يبنوا وياخدوا خطوات في المشروع. والسؤال دلوقتي امتى اشتري اوف بلان او تحت الانشاء وامتى ما اشتريش؟ تشتري يا صديقي ببساطة اما المشروع يبقى عليه طلب فعلي والمطور ثقة والسعر فارق فعلا عن سعر السوق او سعر الجاهز في نفس المنطقة، وانت تكون فاهم اللعبة دي كويس وعارف انت بتاخد الخطوة بناء على ايه وهدفك منها ايه. وما تشتريش لو هتحط فلوسك كلها في عقار واحد تحت الانشاء او من غير ما تسأل في الجهاز او الحي التابع ليه او الجهة الحكومية المسؤولة عن المنطقة اللي فيها المشروع. وما تشتريش في مشروع الماستر بلان بتاعته معتمدة على الرسومات المبهرة الغير قابلة للتحقيق. طيب ودلوقتي ازاي اقلل من مخاطر الشراء تحت الانشاء؟ اول حاجة اختار المطور قبل المشروع، لان المطور الثقة بيحافظ على اسمه وسمعته وبيحاول يقدم افضل ما عنده علشان مشروعه ينجح، فبالتالي انت تنجح معاه. كمان اقرا العقد بنفسك او استعين بمحامي متخصص في العقارات، والحمد لله دلوقتي ابتدى يبقى فيه وعي في السوق ان لازم المحامي يكون متخصص في العقارات علشان يقدر يساعدك بشكل احترافي. كمان اما تيجي تشتري في منطقة او سوق معين زي ما اتفقنا مع بعض في البداية ان السوق العقاري مش سوق واحد، ده مجموعة كبيرة من الاسواق، فلازم تفهم السوق والمنطقة اللي انت بتشتري فيها بشكل كويس. وفي النهاية تقدر تسأل الناس اللي اشترت مع نفس المطور قبل ما انت تشتري علشان تاخد من الخبرة والاكسبيرينس بتاعتهم علشان تشتري وانت مطمن. والخلاصة في الفايل ده هو ان الشراء عقار تحت الانشاء ممكن يكون فرصة للاستثمار كويسة جدا، ولكن في نفس الوقت ممكن تحبس فيها نفسك لو اخترت اختيار مش مناسب وبدون وعي. الفلوس هنا مش بتتحط في مجرد 4 حيطان، انت بتحطها في ثقة ومصداقية واسم مطور وحلم كبير انت بتدخل فيه وبتبقى جزء منه. فدايما اسأل نفسك هل انا فاهم الخطوة دي انا باخدها ليه وبشتري علشان ايه؟ ولو الاجابة ايوه فاسأل نفسك السؤال المهم، هل الخطوة دي هتخدم هدفي اللي انا بشتري علشانه؟ وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني، وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، واني اشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الادوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير ان هم يحققوا اهدافهم العقارية. واهم نصيحة ممكن اقولها لك دلوقتي هي ان المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وانك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي اهم حاجة دلوقتي. وده لان الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وازاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك
وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.